يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستقام في السعودية بمدينة الطائف. وسيلعب النادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بينما يشارك اتحاد العاصمة في اللقاء بصفته بطل الكونفدرالية بعد تغلبه على يانغ أفريكانز التنزاني. وسيلتقي النادي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 15 سبتمبر في 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على ملعب الملك فهد الرياضي، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت. ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر فوزًا ببطولة كأس السوبر الأفريقي، حيث حقق الأهلي اللقب في 8 مرات سابقة بفارق 4 بطولات عن نادي الزمالك أقرب منافسيه، بينما لم يفز اتحاد العاصمة الجزائري بأي بطولة للسوبر الأفريقي من قبل. وكانت آخر بطولة للسوبر الأفريقي فاز بها النادي الأهلي عام 2021 بعد فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح ب6 أهداف مقابل 5. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، حيث أنها ستكون البطولة الأولى في الموسم الجديد، ليسجل النادي الأهلي أول بطولة له في موسمه المقبل بعد تحقيق الفريق الفوز في 5 ألقاب محلية وأفريقية في الموسم الماضي.